نهضروا شويه على المشاركه الباهته لنادي الوداد البيضاوي في كاس العالم للانديه. شوف، باش ما نحملوش النادي اكثر ما كيتحمل، ونعتبر انه كان هناك تقصير من اللاعبين او من المدرب او كما كيقول البعض من الرئيس. راه اصلا التواجد في مجموعه فيها مانشستر سيتي ونادي جوفنتوس راه كان حكم بالاعدام للوداد البيضاوي قبل ما تبدا البطوله. للفريق الكبير اولا في الامكانيات البشريه والماديه اللي كتوصل لمليار الاورو في القيمه السوقيه، والالقاب الكبيره واللعب على اعلى مستوى. تخيل ان الميزانيه السنويه ديال الوداد البيضاوي لا تتجاوز الاجر السنوي لهالاند. هذا احد صيفري هو النجم، ولكن هذا تيبقى احد لاعبي مانشستر سيتي، والفوارق في الاجور ما كايناش كبيره بزاف. يعني بلا ما نساو الظروف اللي دازت منها الوداد من بدايه الموسم، من اعتقال الرئيس السابق والتغييرات الجذريه بعد مجيء الرئيس الجديد واقاله المدرب